السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. النهارده بقى قلت اشارككم معايا وانا بعمل في الغدا، فحبيت بقى اوريكم انا عملت اكل ايه النهارده. فانا عملت بقى شويه رز بشعريه، وجنب منهم كده شويه بسله على كفته. يعني عملت الاكل على طول. يعني تعالى ما نشوف بقى هنعمله ازاي مع بعض. انا جبت اول حاجه الحله، هي حطيت فيها معلقه سمنه، وهضيف عليها بصلايه يعني متوسطه كده مش كبير قوي، عشان ما بنحبش البسله يعني على ايه بصل كتير. فانا اقلب بقى البصلايه هنا على ما تصفر بس معايا كده وتدبل شويه. وبعدين بقى ايه هضيف لها الطماطم. هنا بقى كانت دبلت معايا البصله، ما بسيبهاش تتحرق، يا دوب بس تصفر كده. وانا جبت بقى الطماطم ضربها ومصفياها بالمصفى عشان مش عايزه فيها اي قشر يعني. هسيبها بقى لحد ما تتسبك، وبعدين بقى هبقى اضيف عليها البسل. بس هضيف لها بقى الاول الملح، دوت ملح بكمون كده، فلفل اسمر. وبرضك هضيف لها يعني نص معلقه سكر صغيره كده عشان ما تجزعش كده واحنا بناكلها. ضفت لها برضك نص معلقه فلفل اسمر، وقلبتهم كده مع بعض واسيبهم بقى ايه يسبكوا. كده بقى احنا ايه خلصنا التسبيكه بتاعه البسله على طول ازاي. وهنا بقى البسله انا كنت بس حطيتها في الفريزر وشطفتها فجمت التاني. هنا بقى ايه بفككها هي في الصلصه كده زي ما انتم شايفين. انا كنت الصراحه هعمل كفته بس قلت مش هيقضوا، فقلت ما اعمل معاهم ايه كيس بسله. فاحنا بنعملها بردك على البسله بتبقى طعمها حلو. ممكن تضيفوا للكفته بردك تسووها في بطاطس، يعني بتستوي مع اي حاجه بتبقى حلوه برضه. هنا بقى سبتها لحد ما اتشوحت شويه كده في الصلصه. بعدين ضفت لها بقى ايه الشوربه زي ما انتم شايفين كده. بقى انا هجيب لها كمان شويه، حاسه ليها عايزه كمان شويه شوربه يعني. هضيف لها شويه كمان. وكده بقى أنا كنت مظبطه الحدق بتاعها ومظبطه كل حاجه فيها. دوبا بس هي بقى هسيبها تستوي. هنقلها على العين التانية كده على ما اعمل معاكم بقى الرز ابو شعريه. حطيت بقى الحله تسخن كده شويه، وضفت هنا معلقه سمنه بلدي كده، واضيف بردك عليهم شويه من الزيت. الزيت بيخلي بردك الرز مفلفل وبيلمع كده وشكله حلو. وجبت بقى هنا كيس شعريه، بنحب الشعريه تكون كتير كده في الرز، بيبقى بتخلي طعم الرز حلو. اما انتم ما بتقللوا فيه الشعريه كده بتبقى شكله مش حلو. انما احنا بنحب يعني كده بيبقى طعمه حلو وبيدي لها نفس حلو. هقلب بقى هنا الشعريه هي يعني ادي فيها على طول عشان تتحمر من فوق ومن تحت، وتاخد كلها لون واحد زي ما انتم شايفين كده اهون. كلها احمرت اهيت، بقت معايا لون دهبي اهي ما شاء الله. كلها ما فيش واحده فيها محروقه. اهي بقى كنت انا بقى غسلت الرز وهضيفه بقى عليها هون. بصفيه كويس كده من الميه اللي فيه. بحب بقى ايه اشوح الرز كده مع الشعريه، وهدي عليه شويه البوتاجاز يعني ياخد ودي مع بعض شويه. وبعدين ابقى اضيف له بقى اخر حاجه الشوربه. هنا بقى ضفت الملح اهو. في ناس بتحب تعمله بميه بشوربه اي حاجه، انا بنحبه بشوربه بيبقى طعمه احلى من ابو ميه بكتير. هنا بقى سبت الرز على ما اتشوح بقى شويه كده، وعليت عليه بقى النار تاني اهوت عشان خاطر اضيف له بقى الشوربه اخر حاجه. انا بقى احط بقى كده بالبركه وبيطلع معايا مظبوط. هضيف له بردك كمان شويه عشان هو بيشرب يعني شوربه كتير. كده بقى الرز اهوت معايا خلص. اما يتشرب بقى بهدي عليه وبسيبه يستوي براحته. هنا بقى بعد ما الرز استوى هون شايفين بقى ما شاء الله هوت، يعني رز مفلفل وحلو ازاي، شكله كده يفتح النفس. ما بالكم بقى طعمه، عامله بقى بسمنه كده بلدي مخليه طعمه حلو. وديت الكفته اهيت مع البسله برضك استوت اهيت، والاتنين حاليين بعض. والكفته ما فكتش مني، دي كفته من اللي هي بتاعه الرز. كنت بردك مسويها جنب منهم بردك فرخه، يعني انا مسكتها حمرتها بقى ايه، ما حبيتش اوريكم بقى التحمير، كلكم بقى بتعرفوا تحمروا كده. زي ما انتم شايفين بقى كده يا حبيب قلبي، الاكل بتاعنا كده انا خلصته على طول. وده كان بقى غدانا النهارده. فياريت بقى لو الفيديو النهارده عجبكم متنسونوش بقى في لايك كده حلو وفي تعليق حلو. واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.